اهلا بكم يا اصدقاء في قناة رزق الالكترونيات، واهلا بكل الاصدقاء اللي اشتركوا بالقناة. النهاردة ان شاء الله هنشوف اصلاح ريسيفر هو مكتوب عليه نيكست. الريسيفر ده جايب معايا لمبة حمراء. هنبدأ نشوف مع بعض دلوقتي. ادي الشاحن بتاع الريسيفر. هنبدأ نوصل الشاحن كده في الكهرباء وهنشوف مع بعض كده. جايب معايا لمبة حمراء وما بيطلعش، هو بيثبت على اللمبة الحمراء زي ما حضراتكم شايفين كده. مفيش اي جديد. طيب احنا اول حاجة دلوقتي او في رسيفر زي كده، اول حاجة نعملها ايه؟ اول حاجة نعملها قبل ما نفك الرسيفر نشوف هل التيونر مخرج معايا ولا لا. تمام، هنبدأ كده نجيب الافوميتر بتاعنا على وضع 20 فولت اهو، وهنبدأ نجيب اي ابرة كده نحطها هنا على المجس الاحمر ده بالشكل ده كده، ونبدأ نوصل كده الافوميتر ونشوف هيجيب معانا فولت قد ايه ولا ما هيجيبش. جايب معانا كام يا حضرات؟ 17 فولت اهي. هفصل كده، مش جايب معايا حاجة خالص. هنبدأ نوصل تاني. جايب معايا 17.5 فولت. يبقى اذا دلوقتي احنا عرفنا ايه؟ عرفنا ان الريسيفر مخرج معايا الاشارة للاشارة او للتيونر او ايسيه الاشارة، مخرج معايا الفولت بتاع الاشارة. تمام. طيب امال جايب معايا لمبة حمراء ليه؟ جايب معايا لمبة حمراء ممكن يبقى سوفت. تمام. فاحنا قبل ما نفتح الجهاز، تمام، احنا هنديله سوفت ونشوف هيجيب معانا ولا لا. تمام. بس انا كده برجح بنسبة كبيرة ان هو هيبقى عايز تحديث سوفت، لان كده الجهاز شغال معايا، مخرج معايا الفولت من التيونر. تمام كده. لو ما كانش مخرج معايا كنا هنبدأ بقى نفك الريسيفر ونبدأ نشوف المشكلة، هل في اي سي الاشارة، ولا في مشكلة في دايرة الباور اللي هو الاس 47 او الريجوليتور او اي مشكلة من المشاكل دي. وعندنا طبعا على القناة عدة فيديوهات عن الرسيفرات الميني وعن شرحها. فطبعا احنا دلوقتي مش هنعمل الكلام ده كله، لان كده بنسبة كبيرة الريسيفر شغال معايا، بدليل ان التيونر مخرج معايا فولت. تمام كده يا حضرات. لكن جايب معايا لمبة حمراء، فده هنشوف هندي معاه، هندي تحديث او هندي سوفت ونشوف المشكلة هتتحل ولا لا. تابعونا. انا قلت لحضراتكم ان انا هنديله السوفت ونشوف مع بعض، بس انا نسيت حاجة مهمة. ايه هي الحاجة المهمة؟ الشاحن بتاع الرسيفر. الشاحن بتاع الرسيفر يا حضرات، ايوه هو مخرج. هتقول لي يا عم ما هو مخرج من التيونر والجهود كلها مظبوطة، فعلا مظبوط 100%. وهنقيس دلوقتي الجهد بتاع الشاحن اهو. ادي الشاحن بتاع الرسيفر، وهنقيس كده مع بعض هنلاقيه مخرج معانا 12 فولت مظبوطين اهو. ادي طرف وادي طرف، 12 فولت مظبوطين اهو. تمام كده، يعني كده مفيش فيه اي مشكلة. وبنوصل في الرسيفر بيجيب معايا لمبة حمراء. بنقيس على خارج التيونر برضو مخرج الفولت بتاعه مظبوط. قسنا على الريجوليتور مظبوط. هنشوف كده مع بعض اهو. كده انا وصلت يا حضرات. انا بوري حضراتكم بس علشان ما نستبعدش الشاحن خالص في عطل الرسيفر. يعني مش عايز نستبعد الشاحن خالص في عطل الرسيفر. تمام. هنبدأ كده نقيس على الريجوليتور ده. ادي الريجوليتور ده اهو 1.7 مظبوط معايا. الريجوليتور التاني ده المفروض 3.3، 3.2 مظبوط معايا.
قسنا التيونر مخرج معايا ال 12 فولت بتاع الشاحن مظبوطين. الاس 47 قست عليه برضو مظبوط. طب هنقيس، المفروض في 5 فولت بتخرج من الاس 47 بتخرج على الملف ده. هنقيسها كده مع بعض. ادي ال5 فولت اهي. يعني جهود الريسيفر كلها مظبوطة 100%. تمام. بس انا هقول لحضرتك دلوقتي ان ممكن يبقى العيب برضو في الشاحن. هتقول لي ازاي؟ هقول لك هو كده. هنشوف دلوقتي كده. هنغير ادي الشاحن ده اهو. تمام. هنجيب شاحن زيه. ادي شاحن اهو. تمام. هنبدأ نوصله في الكهرباء كده، وهنبدأ نوصله في الريسيفر. وراقب معايا عدسة الريسيفر. وصلنا اهو. راقب معايا كده العدسة بتاعة الريسيفر. الريسيفر اشتغل معايا حضرات اهو، جايب 88. طيب بالريموت بتاعه كده وهنقلب 89، بس هي العدسة مقلوبة كده. 90 اهي. تمام اهي. تمام. يعني كده المشكلة مش في الريسيفر، عشان احنا كنا هنعمل سوفت. بس دي حاجة مهمة وخطوة انا حبيت ان انا اوضحها لحضراتكم، ان انت ما تستبعدش الشاحن. الشاحن مخرج 12 فولت. قسنا الجهود كلها مظبوطة في الريسيفر. طيب امال ايه المشكلة؟ المشكلة في الشاحن. الشاحن مخرج 12 فولت بس مش مغذي الريسيفر. يعني بالمعنى الاصح ده فولت نقدر نقول وهمي، نقدر نقول مش يعني ما فيهوش تيار، او التيار منعدم او ضعيف، يعني كذا احتمال. تمام. لكن الريسيفر كده ما فيهوش مشكله. يبقى احنا دلوقتي كنا هنروح نعمل سوفت، او كنا هنعمل مش عارف ايه، لكن هي المشكله في الشاحن. تمام كده. يبقى انا غيرت الشاحن، الريسيفر اشتغل معايا مفيش اي مشكله وبيقلب معايا. طبعا دلوقتي عشان نفك الشاحن ونشوف المشكلة اللي فيه الفيديو هيبقى طويل جدا، فهنكتفي بهذه المعلومات. والفيديو القادم ان شاء الله هنفك الشاحن ده وهنشوف المشكلة اللي فيه، ازاي هو مخرج 12 فولت وازاي هو مش مشغل الريسيفر، مع اني صلحتها قبل كده وعملتها قبل كده. بس هنشوف برضو مع بعض. ده كده كان فيديو النهاردة. كده احنا صلحنا الريسيفر باستبدال المحول بتاع الريسيفر او الشاحن بتاع الريسيفر. الريسيفر كده اشتغل معانا. ارجو اكون قدمت معلومة بسيطة. لو استفدت من الفيديو ياريت تدعمني باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم اشعار بكل جديد وبكل فيديوهاتنا الحصرية. شكرا ليكم واشوفكم في فيديو جديد.